السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي، هنحل مع بعض النهاردة أسئلة الوحدة التانية علم نفس، أسئلة النمو الإنساني من كتاب الامتحان مراجعة نهائية صفحة 15. طيب، رقم واحد. استمتع أب بتعقيب ابنه المراهق على أحد المسلسلات والتي عرضت فيها مشكلات كالظلم والرشوة والسرقات والصراع للحصول على المال، وأعجب برأيه وأبدى له هذا الإعجاب، وأكد أن مثل هذه المشكلات تتطلب مواجهة من قبل كل أفراد المجتمع للتخلص منها. طبعا المسلسل بيعرض مشكلات خلقية، ماشي، كمشكلة الظلم والرشوة والسرقات والصراع للحصول على المال. كل دي مشكلات خلقية بيعرضها أحد المسلسلات. يبقى إذا هنا أنا بتكلم على أحد جوانب النمو لدى المراهقين، وهو النمو الخلقي. رقم 2. يذكر القتامي أن الأطفال يستخدمون انطباعاتهم الحسية. طيب، الأول كده، الانطباع الحسي يقصد بإيه؟ يقصد إن الطفل تفكيره حسي. يبقى إذا التفكير هنا إيه؟ أنا بتكلم هنا على التفكير الحسي بدرجة أكبر من استخدامه للمنطق. ما بيستخدمش يعني الإيه؟ المنطق. والمنطق هنا المقصود بالتفكير المنطقي. التفكير المنطقي. التفكير المنطقي دوت اللي بنستخدمه في الطفولة المتأخرة. لا، هو هنا بيقول لي أنا بستخدم التفكير الحسي أكتر من التفكير المنطقي، يعني أنا بركز هنا على التفكير الحسي. ويمارسون التفكير التحولي. إيه هو بقى التفكير التحولي ده يا جماعة؟ التفكير التحولي مقصود بتغير طريقة التفكير من خلال التشكيك في جميع افتراضاتنا الموروثة عن العالم. يعني اي فكرة متكونة عند الطفل عن العالم اللي هو عايش فيه او العالم المحيط بيه، بيبدأ ان هو يغير طريقة تفكيره عنها. ماشي، افتراضات موروثة عن العالم المحيط بيه، يعني افكار اتكونت عنده بالوراثة عن العالم بتبدأ ان هي تتغير. ولذلك بسمي التفكير هنا تحولي. وده على فكرة هيؤدي لتغيير نظرة الطفل للعالم، وبالتالي بيبدأ ينمو مفهوم الذات لدى الطفل. ماشي، يبقى اذا هنا هيبدأ ينمو مفهوم الذات لدى الطفل، يعني هيبدأ ان هو يحاول يفهم كل ما يحيط به في العالم او في البيئة. ومن هنا بقى مش هيبدأ ان هو بقى يسمع الكلام زي ما بيتقال له كده، لا، هيبدأ ان هو تظهر بقى عنده صفة العناد والعصيان. تمام. يبقى اذا هنا انا بتكلم على التفكير التحولي يا جماعة. يعني كده باختصار هو بيشير الى نمو مفهوم الذات لدى الطفل. ماشي، نكتب عندنا كده ورقة وقلم. التفكير التحولي هو هو مفهوم الذات، نمو مفهوم الذات لدى الطفل. حلو قوي. يبقى اذا هنا انا بركز على التفكير الحسي اكتر من التفكير المنطقي، وتفكير التحولي اللي بيشير الى نمو مفهوم الذات لدى الطفل وتكوين صورة مختلفة عن العالم اللي هو عايش فيه، والصورة دي مختلفة عن الافتراضات الموروثة عنده او الافكار الموروثة عنده عن العالم. بتبدأ ان هي الافكار دي تتحول وتتغير، ولكن لا يستطيع الاطفال القيام بعمليات ذهنية حقيقية رغم انهم يتعاملون مع اشياء واقعية. انا بتعامل مع واقع، انا التفكير بتاعي حسي او واقعي، انا بينمو عندي مفهوم الذات. كل ده طبعا كل الناس اكيد طبعا اللي مركزة معايا هتقول لي يا مستر ده الطفولة المبكرة. طيب، رقم 3. عانت إحدى الأمهات الحوامل من آلام شديدة بالأسنان، وذهبت لإحدى المستشفيات للعلاج، ولكن رفض الطبيب المعالج أن يخضعها للعلاج لما يتطلبه الأمر من فحص دقيق عن طريق جهاز التصوير. جهاز التصوير يقصد به الأشعة، يبقى ده تعرض الأم للأشعة. رقم 4. وفقا لأحد التقارير نجد أن هناك مجموعة من الأطفال يتميزون بالهدوء وعدم التفاعل والاستجابة للمحيطين بهم، وذلك يشكل خطر ينذر بأنهم قد يعانوا من مرض خطير، على الرغم من أن هناك أطفال أخرى في نفس المرحلة العمرية يتميزون بالتفاعل والتكيف. أطفال بتتميز بالهدوء والتفاعل، وأطفال تانية في نفس عمرهم يتميزون بالتفاعل والتكيف. إذن ده اختلاف ما بين الأطفال في المرحلة العمرية الواحدة، وده بيدي معنى الفروق الفردية. رقم 5. تعتمد المؤسسات الأهلية
كالمؤسسات التطوعية على جذب أكبر عدد ممكن من الشباب للاشتراك فيما يقدمونه من نشاط، وذلك لأن هذه الفترة من عمر الفتى تتطلب اكتساب العديد من المهارات التي يحتاجها كالعمل مع فريق ومزاولة العمل في أوقات. يبقى إذن هنا التفاعل مع الآخرين ده نشاط اجتماعي، تمام؟ ما هو العمل في فريق ومؤسسات تطوعية كل ده إيه؟ تفاعل مع الايه مع الاخرين، او اسمه الجانب الاجتماعي من النمو في المراهقة. رقم 6، يطلق عليها بعض الخبراء النفسيين بأنها مرحلة الفطام النفسي. بيقول لي فطام نفسي التي يسعى فيها الفرد إلى أن يجد لنفسه مصدر مادي يساعده على إشباع حاجاته، ولكن في بعض الأحيان يفشل. الفطام النفسي المقصود به الجانب الانفعالي. رقم 7، يقبل أحد الشباب على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مع أصدقائه لممارسة الرياضة والحصول على جسم مثالي ممشوق ليكون جذابا من وجهة نظره. يبقى إذن هنا هو بيروح مع أصدقائه، يبقى ده تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق. أي مثال يربط ما بين المراهق وما بين أصدقائه يبقى ده تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق. رقم 8، قد تضطر الأم الحامل في بيئة عملها أن تستنشق الغازات الناتجة عن استخدام التبغ. التبغ ده طبعا السجاير يعني، وللأسف هناك مخاطر أكيدة تسبب خلل لدى الجنين، ويزداد هذا الخلل والاضطراب بزيادة نسبة تعرض الأم لهذه المواد الضارة، فعليها تجنبها. طبعا هنا التبغ والغازات اللي هي الناتجة عن استخدام التبغ، يبقى إذن ده التدخين بيدخل في بند التدخين. طيب أروح لرقم 9، يتطلب نمو الطفل بشكل سليم أن يتم درء عوامل الخطر عنه، وأن تبذل الجهود وتقدم الخدمات وتخصص المواد اللازمة له حتى يمكنه من الوقاية من كثير من المخاطر، أو على الأقل التقليل من فرص ظهورها أو الحد من تأثيراتها السلبية على حياته. طيب مين اللي هيمنع الخطر عن الطفل؟ ماشي، ومين اللي هيقدم له الخدمات؟ ومين اللي هيخصص له المواد اللازمة؟ طبعا أسرته. كل ده طبعا هيكون من خلال الأسرة، محدش يقدر يقوم بالدور ده غير الأسرة. رقم 10، يرى الخبراء في مجال علم النفس أنه عندما تظهر على الطفل علامات كمحاولة التحدث في وقت مبكر مما هو متوقع، فقد يشير ذلك إلى أن لديه رغبة في التواصل، ولذلك نجده يزداد حماسة عندما يبدأ في فهم اللغة، ليبدأ بعد ذلك تكوين الكلمات، ومن ثم بيبدأ فهم اللغة، بعد كده تكوين كلمات، بعد كده يكون جمل. طبعا ده بيشير إلى التغير المستمر، إن النمو تغير مستمر. رقم 11، تختلف ردود أفعال طفل هذه المرحلة حسب طبيعة الموقف، فهو يحاول مسايرة الأنماط المقبولة. ردود أفعال الطفل حسب طبيعة الموقف يقصد هنا رد الفعل الانفعالي. ماشي، ماشي. يبقى إذن هنا يقصد بردود أفعال الطفل حسب طبيعة الموقف، يعني يقصد هنا رد الفعل الانفعالي اللي بيتغير على حسب الموقف يعني. رقم 12، يتطور في هذه المؤسسة الرسمية. بصوا يا جماعة، المؤسسة الرسمية الوحيدة هي المدرسة، يعني عشان برضو نبقى واضحين مع بعض، دي الحاجة الوحيدة اللي رسمية اللي احنا بنتعامل معاها. طيب رقم 13، قد تقلق بعض الأمهات عند ملاحظتهم لفرط الحركة لدى أبنائهم، فتلجأ إلى الطبيب لمعرفة الأسباب التي تجعل الطفل في هذه الحالة بشكل ده. بصوا يا جماعة، فرط الحركة عند الأبناء بيكون سببه العصبية، والعصبية اللي عند الأبناء ده بيكون سببها زيادة في إفراز هرمون اسمه الثيروكسين، وهرمون الثيروكسين ده تبع الغدة الدرقية. ماشي، هرمون الثيروكسين، وهرمون الثيروكسين ده يا جماعة هو اللي بيتسبب في زيادة افرازه، بيتسبب في الحالة العصبية عند عند الطفل. الغدة النخامية ديت يا جماعة ديت بتاعت دي بتاعت اللي بتفرز هرمون النمو، وانا هنا مش بتكلم على النمو في حاجة، يعني مش بتكلم على ان طفل تحول الى قزم، او طفل عنده نمو شاذ في الطول، او مثلا في
الاطراف. ماشي، يبقى اذا انا ماليش دعوه بالنمو، انا بتكلم على عصبيه. فرط الحركه بيكون سببها العصبيه، واللي بيفرزها هرمون اللي بيتسبب فيها زياده هرمون الثيروكسين او الغده الدرقيه. رقم 14. ينتاب الآباء والأمهات حالة من القلق عند ملاحظتهم عدم قدرة ابنهم على التواصل معهم إلا من خلال الصراخ، ولا يتجاوب معهم بأي شيء. يعني مش قادر يتكلم، يبقى أنا بتكلم على النمو اللغوي. الطفل مش قادر إن هو يتواصل معهم، يعني مش عارف يتكلم، يعني لسه مش عارف ايه يتكلم بوضوح. 15. تناول الأم الحامل لمادة الإيبو بروفين يحدث عيوب في القلب لدى الجنين، لذا ينصح الأطباء الأمهات بعدم تناول مثل هذه المادة. طبعا يقصد بالمادة ديت أدوية، مادة الإيبوبروفين ده طبعا يعني يقصد ده دواء نوع معين من الأدوية، فده اسمه سوء استعمال الأدوية. 16. مرحلة نمو ترتبط ارتباطا وثيقا بالام فسيولوجيا. يعني ترتبط بالام فسيولوجيا ازاي؟ يعني جسميا. واضح جدا ان انا بتكلم على ايه، انا بتكلم على المرحله الجنينيه. ما هو المرحله اللي بيرتبط فيها النمو بالام فسيولوجيا، او اللي النمو بيكون فيها مرتبط باعضاء الام فسيولوجيا، يعني النمو مرتبط باعضاء الام. يبقى اذا لسه الجنين، الطفل في ايه، في مرحله الجنين، لسه في بطن امه. تعالوا نكمل المثال. فسيولوجيا لان الدوره الدمويه، اهو بيوضح لك فسيولوجيا لان الدوره الدمويه متصله بين الام والطفل. وطبعا ده يعني الدوره الدمويه متصله بين الام والطفل، يعني مرحله مرحله الجنين، ومرحله الجنين هي مرحله التاسيس. تمام. طيب، تأكيد الاستقلال دي مرحلة رضاعة، ملناش دعوة بيها. تمام. طب البلوغ دي مراهقة، واضحة جدا، ملناش دعوة بيها. الهدوء والثبات ده بيكون في الطفولة المتأخرة، برضك ملناش دعوة بيها، لأن المثال مرتبط بمرحلة الجنين، ومرحلة الجنين هي مرحلة التأسيس. ده أول واحدة في أهمية مرحلة الجنين. 17. تحتاج الأم الحامل منذ بداية الحمل إلى حمض الفوليك، فوجود نقص في هذا الحمض قد يتسبب في حدوث عيب في الأنبوب العصبي. حدوث نقص في هذا الحمض ده مرض. حدوث نقص في الحمض دوت يعني ايه؟ يعني الأم مريضة. يبقى إذا أنا بتكلم على أمراض الأم الحامل. يعني لما حد مثلا يبقى عنده نقص مثلا في افراز غده من الغدد، ده بيبقى اسمه مرض. فاذا هنا برضو حدوث نقص في حمض مهم في الجسم، يعني اذا هنا الشخص ده مريض. يبقى دي امراض الام الحامل. رقم 18. اكد افلاطون منذ 2000 عام على فوائد تربيه الاطفال، حيث وضح أهمية تربيتهم والاهتمام بهم منذ نعومة أظفارهم. يعني من أول ما يتولدوا كده مهم جدا إن احنا نبدأ نربيهم. ومنذ ذلك الحين اتجه توجيه الصغار وتربيتهم خارج البيت أشكالا عدة. وفي أوائل القرن ال18 أقيمت مراكز تقوم على توفير حماية صحية للصغار في بريطانيا. واضح جدا إن أنا بتكلم على الحضانة، تربية الأطفال منذ نعومة أظفارهم، يعني من أول ما يتولدوا. يبقى إذا ده بيتكلم على الحضانة. نروح بقى الرقم 19. يقول أحد العلماء إن قامة الطفل في سن الخامسة، قامة يعني إيه؟ يعني طول في سن الخامسة. ماشي. تعتبر أساسا لا بأس به للتنبؤ بطول قامته. يبقى إذا أنا بتكلم على طول الطفل في سن الخامسة، والطول ده النمو الجسمي، وسن الخامسة ده الطفولة المبكرة. يبقى أنا بتكلم عن النمو الجسمي في الطفولة المبكرة. الرسالة وصلت من غير ما نروح لبقية المثال. رقم 20. قد تتسع دائرة علاقات طفل هذه المرحلة بالتقرب من جماعة الرفاق واندماجه معهم، فهي خبرة جديدة تؤهله ليصبح طفلا ودودا. تمام. علاقات الطفل، بصوا يا جماعة، علاقات الطفل مع جماعة الرفاق، يبقى ده نمو نمو اجتماعي. كل الناس هتقول لي ده نمو اجتماعي. طيب، احنا بقى نروح بقى للسؤال رقم 21. أكدت بعض المراجع المتخصصة في النمو على أن طفل هذه المرحلة يستطيع الجري بسلاسة والقفز، كما يمكنه غسل يديه وتجفيفها وتناول الطعام بنفسه عن طريق الملعقة، مهيئا فسيولوجيا للقيام بعملية الإخراج والتحكم فيها. هو بيتكلم يا جماعة على أحد الصفات الإيجابية في مرحلة الطفولة المبكرة. تمام. في مرحلة الطفولة المبكرة.
ماشي. ودي مرحلة نمو مفهوم الذات، نمو مفهوم الايه الذات. ونمو مفهوم الذات ده معناه ان هو حاسس انه عنده القدرة على انه يتحرك، يعمل، يغسل ايده بنفسه، يتناول الطعام بنفسه عن طريق المعلقة، يقوم بعملية الاخراج بنفسه. يبقى اذا هنا ده اسمه نمو ايه مفهوم الذات. كل الكلام اللي موجود دوت نتيجة نمو مفهوم الايه الذات. واحد الصفات الايجابية في مرحلة الطفولة المبكرة، ماشي، هي الاستقلال الايه الاستقلال الذاتي. دي طفولة ايه يا جماعة مبكرة. بالنسبة لب وجيم ودال دي صفات ايجابية في الطفولة المتأخرة التلاتة، عشان كده التلاتة التانيين دول ايه مستبعدين، ملناش دعوة بيهم. رقم 22، إحدى المشكلات التي يعاني منها بعض الآباء أن يكتشفوا أن أبنائهم يدخنون مثلهم، ولكن دون علمهم، وهنا يحدث الصدام بينهم. وعلى الآباء أن يجدوا مبرر مقنع لمنع أبنائهم من هذه العادة السيئة. الولاد بيقلدوا آبائهم، وده اسمه تحقيق هوية الجنس. لما تلاقي البنت بتقلد امها والولد بيقلد ابوه، يبقى ده تحقيق هوية الجنس. طيب هنروح بقى ليه اخر سؤال في الاختبار الثالث. في هذه المرحلة نحكم على الطفل بأنه سليم عند إدراكه لما حوله. إدراكه يعني فهمه لما حوله، فتتحرك عيناه تجاه الألوان الزاهية، وينتبه عند سماع صوت مألوف لديه انتباه، ماشي. ويحرك انامله تجاه اي شيء يتحرك امامه. يبقى اذا انا بتكلم عن نمو النمو العقلي في الرضاعه. ده النمو يا جماعه العقلي في مرحلة الرضاعة. أنا بتكلم على إدراك وانتباه، يبقى ده النمو العقلي. الذكاء عند الطفل في مرحلة الرضاعة ذكاء حسي حركي، لأن الطفل بيتفاعل بجسده مع ما يحيط به. ببص هنا بيقول لي إيه، بيحرك أنامله تجاه أي شيء يتحرك أمامه، وبتتحرك عيناه تجاه الألوان الزاهية، وينتبه عند سماع. يبقى إذا هنا جسمه بيتفاعل مع ما يحيط به. ده اسمه الذكاء الحسي حركي. الذكاء حس حركي يعني ايه يا جماعه؟ اكتبوا عندكم علشان لما يجي اسئله عليه تبقوا فاهمين. والذكاء الحس الحركي يشير الى التفاعل بجسمه مع ما يحيط به. ده معنى الذكاء الحسي الحركي. وكمان برضو من مظاهر النمو العقلي انه لا يستطيع التحدث بكفاءة، لان اللغة عنده ما بتبقاش لسه على درجة عالية من الكفاءة. هنروح بقى للنموذج الرابع. رقم 1، السفر إلى الخارج وتحقيق الأحلام المرتبطة بالمتطلبات المادية هي من الحلول التي يفكر فيها المراهق ويسعى لتحقيقها بمجرد الانتهاء من دراسته. يبقى بيفكر في مستقبله. الطفل هنا بيفكر في المراهق، بيفكر في مستقبله. ده اسمه الإعداد للمستقبل المهني والتوحد بالأبطال الجماهيري. رقم 2، ينصح الخبراء النفسيين الأمهات بمتابعة تطور نمو الطفل، ويرشحون بعض الألعاب التي تنمي مهاراتهم في الشهور العمرية الأولى، مثل الألعاب ذات الألوان الجذابة. ونلاحظ استجابة الطفل بسحبها كاملة وتوجيهها لفمه. يبقى إذن هنا أنا بتكلم على اتجاه النمو من العام للخاص، ماشي. الالوان يعني انا بنمي مهاراتهم في الشهور الاولى ازاي؟ بالالعاب ذات الالوان الجذابه، ماشي. وبعد كده الطفل بيستجيب لها بسحبها كامله. يبقى اذا هنا عام وتوجيهها لفمه. يبقى اذا هنا النمو بيبدا بشكل عام، بعد كده بعد كده بشكل خاص. تمام. نروح بقى لرقم 3. يقول حامد زهران: ترتبط صفة الصلع بهرمونات الذكورة، ولذلك تظهر فقط في جنس الذكور بعد البلوغ، ولا تظهر لدى الإناث. يبقى أنا بتكلم على صفات وراثية، دي الوراثة. 4، كلما نضج الطفل ازدادت قدرته على التمييز بين الوجوه المبتسمة والوجوه العابسة. التمييز بين الوجوه المبتسمة والوجوه العابسة، والأصوات السارة اللطيفة وغير اللطيفة. ده طبعا نمو عقلي. والحركات الودودة والعابسة، فنجده يستجيب بالتبسم، ده الانفعالي بقى، والسرور طرة، والعبوس طرة. يبقى إذن هنا السرور والعبوس ده انفعالي، والتمييز بين الوجوه ده عقلي، يبقى ده انفعالي وعقلي. رقم 5،
تتعرض الأم الحامل للكثير من المضايقات من أبنائها الكبار خاصة، ولو صادف هذا الحمل توقيت اختبارات آخر العام لهم فيتسبب إهمالهم في المذاكرة إلى تعب غير مبرر عضويا. يعني عيالها الكبار بينرفزوها بيضايقوها، فده إذا إيه؟ نمو. دي حالة الإيه؟ الانفعالية. بيعصبوها بيضايقوها، دي الحالة الانفعالية للأم. طيب نروح لرقم 6. أوضحت بعض دراسات علم النفس النمو أن النمو يبدأ عادة في جسم الإنسان من النقطة الفوقية إلى النقطة السفلى، يعني من فوق لتحت، وده اللي اسمه الاتجاه الطولي. 7. كافة أوجه النشاط الذي يستهدف تزويد الفرد بكافة الحقائق والأخبار، تزويد الفرد بالحقائق والأخبار والبيانات عن القضايا والمشكلات بطريقة موضوعية دون تحريف لتؤدي دورها بشكل. ده وسائل الإعلام. احنا بناخد الأخبار والبيانات عن القضايا والمشكلات من وسائل الإعلام، ملناش دعوة بالثلاثة التانيين. مش يعني مفيش أي عامل من العوامل التانية اللي في الاختيارات ليها علاقة بتزويد الفرد بالأخبار. رقم 8. أوضحت بعض المراجع المتخصصة في مجال النمو أن المختصون اختلفوا في تصنيف الصعوبات التي تتخلل تلك المرحلة، فالبعض وصفها بأنها أصعب المراحل الحياتية، والبعض الآخر اعتبرها مرحلة متعبة ومرتبطة بتصرفات معينة، وقد تتفاوت التغيرات التي تحدث فيها، فقد تحدث عند البعض ببطء وبشكل تدريجي، وفي حين أنها تحدث بسرعة عند الآخرين. واضح جدا أن أنا بتكلم على المراهقة يا جماعة. 9. يستطيع الطفل في هذه المرحلة تكوين مفاهيم عن الزمن والمكان والعدد والأشكال الهندسية وغيرها، ويزداد نمو الذكاء لديه والقدرة على الفهم والتعلم. أنا هنا طبعا واضح جدا بتكلم على نمو عقلي، نمو ذكاء وأشكال هندسية، نمو عقلي. 10. يرفض الأطباء طلب الأمهات في إدخال الوجبات للرضيع قبل أن يتحكم في حركة رأسه، خوفا من أن يتعرض للاختناق أثناء عملية البلع. يبقى إذا بتكلم على حركة الرأس اللي بيسأل عليها ده النمو الجسمي. رقم 11. إن مستويات الكوليسترول ترتفع في فترة الحمل بشكل طبيعي، ومع ذلك ينصح باستخدام حليب 1% دسم. يبقى إذن ده الغذاء. نروح لرقم 12. لاحظ بعض الخبراء في مجال علم النفس النمو أن الأطفال الذين يفضلون العزلة والابتعاد عن الأشخاص الغرباء أو أقرانهم في دور الحضانة هم من يحتاجون إلى أخصائي للتخاطب، لأنهم لا يستطيعون التواصل بشكل جيد مع من حولهم من معلمين وأقران. ماشي. الأطفال اللي عنده يعني اللي بيفضلوا العزلة، ده طبعا ذكاء اجتماعي. ده ذكاء او جانب اجتماعي. بلاش كلمة ذكاء دي، احنا ممكن نقول ده جانب اجتماعي. تمام. او في دول هم من يحتاجون الى اخصائي للتخاطب، ده طبعا جانب عقلي. لا، ما هو ليه محتاجين اخصائي تخاطب؟ ما بيتكلموش كويس. يبقى اذا هنا القدرة على التخاطب والكلام اتأثرت بالناحية الاجتماعية، يبقى ده ربط. يبقى انا بربط ما بين الناحية الاجتماعية والناحية العقلية، يبقى تميل جوانب النمو للارتباط ببعضها. طيب هنروح بقى لرقم 13. يكون الأطفال في هذه المرحلة مهيئين لاستخدام العضلات الكبيرة في كثير من النشاطات نظرا لنموها بشكل كبير في المرحلة السابقة. يبقى إذا أنا بتكلم على نمو حركي، مهارات حركية، وده طبعا في مرحلة واحدة وهو الطفولة الوسطى أو اسمها المتأخرة. 14. أشارت بعض دراسات علم النفس الطفل إلى أنه عامل يؤثر على دوافع الفرد وطموحاته واهتماماته، وهو مجتمع تلقائي لم يقم أحد بتنظيمه ولم توضع قواعد وقوانين له، فقد نبع من الحالة الداخلية للفرد. ايه هو العامل اللي بيأثر في دوافع الفرد وطموحاته واهتماماته؟ ايه هو اللي يعتبر مجتمع تلقائي لم يقم احد بتنظيمه ولم توضع له قواعد وقوانين؟ الرفاق، الاصدقاء. هو ده العالم الوحيد اللي ملوش قواعد ولا ليه قوانين، اللي بيظهر بشكل تلقائي.
15. يتخلى الطفل هنا عن الأسرة والحياة البيئية بسبب قضاء معظم الوقت في استخدام هذا العامل. وقد يصاب الفرد بالفساد الأخلاقي بسبب احتمالات تعرضه للمواقع الإباحية، يبقى ده الإنترنت. 16. يرغب المراهق في التعبير عما اكتشفه بنفسه وعن رأيه فيما اطلع وعن الأفكار الجديدة التي توصل إليها، ولذلك ينصح الخبراء المربين بالاستماع لهم والحرص على الدخول في مناقشات بناءة معهم. يبقى إذا بتكلم على النمو العقلي، بتكلم على النمو العقلي في مرحلة المراهقة، واللي بيمثلوا التفكير المجرد بدلا من الحسي. 17. بيّنت بعض الممارسات المجتمعية في النمو أن المعلمون يلاحظون أحيانا في المرحلة الثانوية بعض الفتيات يتصرفن ويرتدين ملابس كالذكور، وفسروا ذلك بأن الأنثى في هذه المرحلة تخجل من التغير الذي تمر به، خاصة إذا كانت لديها بعض الصعوبات البيئية التي لا تعينها على تقبل هذا التغير. هو يقصد هنا التغير الجسمي، يقصد بالتغير اللي بيحصل للأنثى أو للذكر، الاتنين يقصد بها التغير الجسمي. 18. أشار بعض الخبراء النمو إلى أن هناك مرحلة نمائية يتمكن فيها الطفل من القراءة الجهرية والصامتة عن غيرها من المراحل الأخرى. القدرة على القراءة ده نمو عقلي، ماشي، ده نمو عقلي، ماشي، يبقى ده النمو العقلي أو المعرفي في الطفولة المتأخرة. 19. يستطيع الطفل في هذه المرحلة رسم خريطة مستقبلية عن طريق اختيار نوع الدراسة، يبقى ده إنجاز أكاديمي في الطفولة المتأخرة. رقم 20. يقول رأفت بشناق: طفل هذه المرحلة يتعامل مع بعض الأدوات المفيدة ويقوم إصلاح بعضها، ويراعي نفسه جيدا عندما يترك وحده في المنزل، يعني عنده القدرة على الاستقلال الذاتي، وده أحد الصفات الإيجابية في الطفولة المبكرة. الثلاث اختيارات التانيين صفات إيجابية في الطفولة لا أقصد الاستقلال أحد الصفات الإيجابية في الطفولة المبكرة. الثلاث اختيارات التانيين صفات إيجابية في الطفولة المتأخرة. 21. قد يفقد الطفل الثاني أحيانا لامرأة RH سالب متزوجة من رجل RH موجب، رغم عدم إعطاء الأم المصل الوقاء، وبعد ذلك وبعد ولادة الطفل الأول. طبعا هنا أنا بتكلم على في 21 على اختلاف الدم، ما هو معامل RH أحد عناصر الدم، يبقى أنا بتكلم على حالات اختلاف الدم. 22. إن قلق المراهق قد يرجع لأمور عديدة، منها علاقته الغريزية بالنوع الآخر في ضوء المعايير والقواعد الاجتماعية. علاقته الغريزية بالنوع الآخر دي الدوافع الجنسية، ماشي، العلاقة الغريزية دي الدوافع الجنسية. طيب نروح لآخر سؤال. أكد بعض خبراء النمو الإنساني على أن إعلاء المبادئ لدى المراهقين يساهم في تحقيق الفهم الكامل والشامل لأصول التعامل مع الآخرين، وإشاعة جو من الرضا والقناعة والتفاؤل والإحسان وغيرها من المبادئ. أنا بتكلم على مبادئ، يعني بتكلم على قيم خلقية، ماشي، قيم ومعايير خلقية، وده أحد المطالب الأساسية في المراهقة، وهي تنمية القيم والمعايير الخلقية. تمام كده، وعايزك تشرحها. عقب يعني اشرحها. هتقول له: يهتم المراهق بالدين وبالمثل العليا كمحاولة منه لإيجاد فلسفة لحياته، وفشله في ذلك يؤدي إلى عدم توفر الأمن النفسي. من أقوى الحاجات اللي بتظهر عند المراهق هي حاجته إلى تحقيق مركز اجتماعي في محيط واقعه، والحاجة إلى الاستقلال الذاتي. طبعا أنت لما تيجي تشرح بأسلوبك عادي، مفيش أي مشكلة. كده نكون خلصنا أسئلة الباب الثاني علم نفس. بكرة إن شاء الله هتلاقوا الباب الثاني في نفس الميعاد، علم اجتماع.